السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميت. النهارده بقى هنعمل اكله حلوه جدا مصريه، وبنعملها كده لما نكون مستعجلين وعايزين نعمل اي حاجه، وهي كشري عدس اصفر او رز بالعدس. من افضل الاكلات اللي بفضلها جدا، كده سريعه، ولما بكون مستعجله ومش عارفه اعمل ايه بعملها بصراحه. معانا بقى هنا بصلايه قطعتها كده مع شويه زيت. اول بقى ما يصفروا كده يخشوا في اللون الاصفر الحلو ده، يعني بلاش نغمقها قوي. هكون بقى مجهزة ايه؟ مقدار كوبايتين من الرز المصري على كوباية عدس. شوفي بقى انت عايزة تعملي ايه، يعني ده المقدار، يعني ضعف رز والنص عدس يعني. طبعا بقى على حسب الكمية اللي هتعمليها، عايراها بالكوبايات احسن. بعد بقى ما البصلايه اصفرت كده، طبعا انا حطيتهم على بعض بقى وغسلتهم كويس جدا. وبعد ما البصلايه تصفر هحط الرز والعدس على البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقلب كده. هنشوح الرز مع العدس كده مع البصل، يعني ياخدوا كده ايه تشويحة حلو. وبعد كده هنحط عليهم مكعب من مرقة الدجاج، ورشة من الفلفل الاسود، ورشة من الكزبرة الناشفة. الثلاث حاجات دول بيودوا الكشري في حتة تانية خالص. وبعد كده هنحط الملح، وبعد كده بقى نقعد نقلب زي ما انتوا شايفين كده، نشوحه كويس علشان يبقى مفلفل وحلو كده. زي ما قلت لكم الثلاث توابل او الثلاث حاجات اللي انا حطيتهم دول بيخلوا طعمه حلو. يعني في ناس كتير بتعمله من غير ما تحط الحاجات دي، بس بجد جربوا الكزبرة مع الفلفل الاسود ومرقة الدجاج، بتخلي طعمه حلو جدا. يعني هي مرقة الدجاج التوابل اللي فيها بتخليه حلو. ممكن حد يقول لي ممكن اسيب شوربة بدل مرقة الدجاج، لا يعني مش هيبقى حلو، لكن التوابل بتاعت مرقة الدجاج بتخلي ليه طعم مميز كده. وهنكون بقى محضرين مية مغلية وهنحطها عليه بعد كده، مقدار نفس مقدار الرز العادي، مقدار كوباية وربع مية على كوباية، على الكوباية. يعني احنا عاملين 3 كوبايات، فهتحسبوها. او بقى مقدار الرز اللي انت بتبقي ايه عارفاه يعني انت بتشوفيه يعني. وبعد كده حسيت ان هو محتاج ملح، طبعا نخلي بالنا عشان مرق الدجاج. وهنغطي عليه وهنسيبه بقى يتشرب. واول بقى ما يوصل التشريبه اللي انتوا شايفينها دي كده، يعني خلاص كده هو ابتدى يتشرب معايا، هنوطي عليه وهو مي شويه كده، بلاش نسيبه لغايه ما ينشف خالص. اي رز بعمله بوطي عليه اول بقى ما بيوصل كده للشكل اللي انتوا شايفينه ده، يبقى فيه نسبه مي بسيطه جدا. وهنا بقى شكله بعد ما اتعمل كده، للاسف المقطع اللي كنت مصوراه بعد ما اتعمل اتمسح، بس زي ما انتوا شايفين الصورة ظاهرة شكله النهائي. طبعا بعد ما قلبناه بقى سيبناه يكمل تشريبه، ده كان شكله النهائي. بحب اكل معاه سلطة جدا، او لو حابة تعملي صلصة الكشري هيعجبك جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان تجربوا الوصفة. وطبعا اهم حاجة لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليق، كل بيبسطني. وسلام عليكم، باي باي.